السلام عليكم. طبعا كلنا شفنا مقطع الاخت اللي لقت كيكه في الزباله الله يكرمكم، وتاثرت من الموقف وشالتها ووزعتها للعمال على اساس انه حرام تكون مرميه في الزباله، وان هم في ناس اولى. تذكرت اخواننا في سوريا المحتاجين والبنت اللي كانت محتاجه، وفي ناس ايدته وناس اعترضت عليه. وانا من الناس اللي اعترضت على الموقف هذا، وراح اقول لكم ليش وايش اللي خلاني اطلع في هذا المقطع اتكلم لاسباب مهمه جدا راح اذكرها الان. والله العظيم بكيت من قلب. كيكة كاملة من جوا، والبنت الطفل اللي في سوريا تدور تنبش في التراب وتدور خبز، تنبش في التراب وتدور خبز، يقول لها ما تلقين الخبز، قالت من وين لي خبز؟ يا ناس اتقوا الله، شوف الكيكة كاملة. كيكة وهذه فلين وهذا كيكة كاملة، هذه كيكة منش. نسأل عن هذا ولا ما نسأل؟ لقيتها في الزبالة. صحة وعافية يا تامر. حتى للباشا لما اكل نقسم الاطباق بس عشان ماشي يا الاطباق باشا. خلصانه معلش. يكلمون بعض، ما يدرون وين كانت. خليتهم علينا، شفتوا الفرق؟ استنى دقيقة ما خير كثير، هنودي الواحد للثاني هقول لك بس. حريصين على بعض. يا الله، الله يردنا إليه ردا جميلا. صحة وعافية. انت لقيتي كيكه مرميه في الزباله. الكيكه هذه فيها مواد سهل انها تفسد، سريعه الفساد، حليب، كريمه، سكر، اشياء في موقع محطوطه في مكان كله بكتيريا وعفن ونتانه وساخه، فتاخذ الشيء هذا وتوزعيه للناس محتاجين. وانت في مقطعك قلتي ايضا انه لو يعرفوا من فين انا اخذتها ما كانوا اخذوها، ما كانوا اكلوها، ما يدرون وين كانت. خليتهم علينا. فهذا طبعا شيء مره غلط، لانك انت ممكن تجيبي لهم تسمم بهذا الشيء. انت جيت تكحليها عملتيها، والدليل على ذلك انك انت ما اكلتي منها. كان من باب اولى انك تاخذيها وتوديها بيتك تاكلي عيالك، اخوانك، الناس اللي تحبيهم، قرايبك، لكن ما تقدر تسوي هذا الشيء، صح ولا لا؟ فغلط كبير انك انت شلتيها واعطيتيها الناس دول المساكين اللي جو اكلوها بكل صدق واريحيه وفرحانين وممتنين ليك ويدعوا لك على اساس انه شيء نظيف جاي من مكان نظيف. لما احيانا في ناس في المعارض زي المخبز اللي مسوي الكيكه هذه يكون عارضها عنده فتره وفسدت، ما حد اشتراها، او فتحها داقها لقاها معفنه فسدت فشالها ورماها، ايا كان الله اعلم. لكن خطا كبير نحن نشيل شيء من الزباله ونعطيه ناس ابرياء مساكين ما هم دارين انه هذا جاي من الزباله. هذا شيء مره خطا ومره خطير، واتمنى انه ما يتكرر لا من اختنا هذه او من اخوان الثانيين عشان ما يقتدوا بالمقطع اللي شفناه. واسال الله العلي القدير انه يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. ومن جد الاسراف مشكله، يا ربنا حذر من الاسراف، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الاسراف، ووصف المسرفين بانهم اخوان الشياطين. فمصيبه كبيره انه احنا نسرف في الاشياء والنعم الموجوده عندنا واحنا شايفين اخواننا ايش قاعد يصير فيهم.